اوكازيون الخوض في الاعراض وسب الدين والخروج عن النص مع اتحاد الكوره او رابطه الانديه ونادي الزمالك. طبعا برعايه مين؟ برعايه مجلس الاداره ورموزه اللي بيحيي الجمهور على الخوض في الاعراض وسب الدين. وقد ايه الموضوع ده هم شايفين ان هو موضوع احنا لازم ندعم الجماهير لان هي دي اللي بتقف ورا النادي، واحنا مع الخوض في الاعراض عشان نغطي على خيبتنا ووكستنا عشان زيزو مشي من عندنا ببلاش. ورابطه الانديه بتطلع غرامه 100,000 جنيه على نادي الزمالك بعد الخوض في الاعراض ويجيبوا سيره مراد زيزو، وقبلها كان امام عاشور، قبلها كان الكابتن الخطيب، قبل كده كان كهربا، كده كان مؤمن زكريا، عادي جدا. واول ما اتكلم زملكاوي يمسك كتاب الدين ويقول لك اصل شيكابالا وجمهور الاهلي كان بيعمل مع شيكابالا. طبعا الاهلاويه اغلبيتنا بنقع في الفخ ده، بنقع في فخ ان احنا نبتدي ندافع ونقول ونبرر احنا كانت ايه ارائنا ايام شيكابالا، وكنا بنقول ايه ساعه شيكابالا، وكنا بنقول ساعه ايه اللي حصل، وكل واحد يبتدي يجيب اراء وكان مع وكان ضد. يا حبيبي الموضوع مع الزملكاوي المدلس ما ينفعش يتقاس كده. الزملكاوي المدلس دايما بيتفوق على الاهلاوي في الاعلام لانه دايما حاطط الاهلي او الاهلاوي في موقف المدافع، فيبقى هو صاحب الجريمه وصاحب الفضيحه وصاحب العار وصاحب الرخص وصاحب النداله وصاحب قله الاصل، ولكن يخليك انت اللي تبقى بتدافع عن نفسك. فانا مش محتاج ادافع عن نفسي ومش محتاج ارد عليك واقول لك ساعه شيكابالا كان ايه اللي بيحصل، لان حتى لو اللي كان بيحصل ساعه شيكابالا غلط صح، مين بقى كان بيقول مين ما كانش بيقول؟ ايه علاقه ده باللي جمهورك بيعمله دلوقتي؟ يعني هو الجمهور كان غلطان والجمهور كان بيشتم شيكابالا، وشيكابالا كان الطيب الغلبان اللي بيعيط اللي عيني كان بينزل الملعب في حاله، لا بيشتم حد ولا بيهاجم حد ولا بيعمل اي قله ادب ولا بيستفز جمهور، مؤدب، لعيب مؤدب، اخلاق، تربيه عاليه، عمره ما غلط في حد. فالجمهور حلو، والجمهور كان يا عيني بيروح يشتمه عشان هو غلبان ومؤدب ومحترم وما بيستفزش حد، لعيب يعني بص آية في الهروب طبعا. اكتر لعيب دي في التاريخ، لكن مش قصتنا ومش موضوعنا. ايه علاقه ده بان جمهورك؟ يعني ايه المبرر لجمهورك انه يبقى بيعمل كده؟ يعني الناس الوحشه اللي كانت بتعمل كده وبتشتم شيكابالا الغلبان تبقى انت زي الوحشين؟ تبقى انت كمجلس اداره وكرموز بتدلعوا وبتقولوا امين للوحشين؟ تبقوا عايزين تبقوا وحشين زي اللي كانوا بيشتموا شيكابالا؟ فلا، بطل تدليس وبطل رخص، انت رخيص، انت ضعيف، انت لا تملك غير ده، لا تملك غير الشتيمه في خوض الاعراض اللي هي الحاجه السهله على فكره. ما الخوض في الاعراض دي حاجه سهله. هو انا حاليا دلوقتي لو عايز اجيب سيره الامهات كلها ما هجيبها، سهله على فكره. يعني ان انا اطلع اكلمك في فيديو كده وامسك نفسي وابقى ماسك بقول ايه وما بقولش ايه وما اغلطش، ده صعب. السهل ان اوريك اللسان التاني، ده سهل قوي على فكره. يعني سهل قوي ان انا خد في اعراض واجيب سيره دي واتكلم على ده واتكلم على امك وعلى ابوك وعادي. يعني ممكن اطلع في كلام مثلا، اعمل فيديو اخليك تتخيلها، يعني اخليك تفاجئ الحاجات وتتخيل حاجات انت هتقول لا حرام، مش بس هل انا بقى هخسر ديني ودنيتي وكل ده عشان خاطر كوره؟ عشان خاطر انا طالع بحفل عليكم وبقولك 6-1 وبقول لك احنا بنكسبكم وبنركبكم والاهلي رقم واحد وانتوا بيضحك عليكم وانتوا بيحاولوا يقنعونا ان انتوا القطب الثاني، بحفل عليك يعني طبقا للواقع. اخسر بقى ديني ودنيتي واحول الهزار ان انا اجيب سيره مرات مين وام مين والكلام ده؟ استغفر الله العظيم. يعني ما بقولكش ان الواحد شيخ، ولكن هو مش يعني مش للدرجه دي، مش لازم بقى ابقى بعمل كل الموبقات. يعني بنغلط وبنروح وبنيجي وبنستغفر ربنا وبندعي وان كلنا يعني بنأمل في رحمه ربنا. لكن هل مستاهل اعمل ده عشان كوره بقى وبالسهوله دي؟ الغريب طبعا مش على الجمهور ولا على القبوهات اللي معروفين بالاسم ولا على اعضاء مجلس الاداره اللي عارفين القبوهات بالاسم هم اللي بيسهلوا لهم عمليات الدخول. العيب على الرموز واعضاء مجلس الاداره اللي عملوا بيان قبل كده بيدافعوا فيه عن جمهور الزمالك لما خاض في عرض مرات زيزو. العيب على الجمهور اللي كان متقبل الخوض في اعراض قرايب كابتن الخطيب. العيب في الجمهور وصفحه الزمالك اللي عملت حطت صوره القرد ساعه مؤمن زكريا. العيب في الجمهور، العيب في مجالس الاداره اللي بيحموا الجمهور ده واللي ما بيطلعوش. وخد بالك مجلس اداره هو الاسوأ في تاريخ نادي الزمالك، زي ما انا والحمد لله زي ما العبد لله قال مجالس ادارات الزمالك واجهين له عمله واحده. وانا هنا هعتذر لمجلس اداره مرتضى منصور. هتقول لي ايه؟ اقول لك اعتذر له. عارف ليه؟ لانه كان واضح وصريح، راجل كلنا عارفين انا هطلع اتكلم واقول واشتم الناس في وشهم.
يعني راجل واضح، دي طريقتي وده اسلوبي، انت معترض عليه وغلط وكل اللي انت عايز تقوله، لكن انا واضح وصريح. لكن لابس بدل وجرافطات وعامل ان هو من علية القوم وهنغير الصوره الذهنيه عن نادي الزمالك، ومرتضى واعوانه كانوا وحشين وهم اسوأ وادل، بل بالعكس ده هم بيرعوا الراعي للخروج عن النص والخوض في الاعراض، وفاتحين صدرهم وبيأمنوا لده وبيأكدوا على ده. فدول اسوأ، لان دول بيشتغلوا او بيظهر لك وش المحترم، وهو الناحيه الثانيه بيعمل غير كده. فدول اخطر، دول مش واضحين، دول مش صراحه. فبعتذر لان تاجر واضح وصريح، انت عارف هو بيعمل ايه، عارف هو بيعمل ايه. فخلينا نقول ان احنا في اسوأ فتره وحقبه زمنيه لمجالس اداره، لجمهور. طبعا انا عارف ان الجمهور، خد بالك، هو الجمهور حصل له تشوه نفسي. خد بالك ان الاهلي عمل تشوه نفسي لهذا الجماهير. انت بتعمل كل حاجه بتاخد دوري، بتاخد افريقيا، بتاخد منه لعيبه، بتاخد منه نجومه، خدت منه الماضي والحاضر والمستقبل وببلاش. فطبيعي ان انت نفسيا عملت له عقده. يعني كان في العقده بتاعت مانويل جوزيه، وبعد كده بقى العقده دي كملت، فانت ابتديت تعمل حاجات كمان الموضوع ما بقاش نتائج. يعني ما بقاش 6 و5 و4 وبكسبك 4-2 وبكسبك 5-3 وبكسبك 6-1 وباخد افريقيا. لا، ده انا الموضوع ابتدى يوصل لمراحل ثانيه. ابتدى ان انا باخد منك نهائي افريقيا بالقضيه، ممكن ان انت اصلا ما بقتش بتروح افريقيا وانا ببقى بطل افريقيا للمره ال 12 وبدور على ال 13. فالموضوع ما وقفش عند كده، الموضوع وقف ان انت فين نجمك، مين نجمك، مين اللي انت شايفه هو ده النجم اللي هيحمل رايه نادي الزمالك ده، تعال يا ابني. وبرده الموضوع ما وقفش عند كده، لان ده بقى تعالى يا ابني وببلاش. انا شاورت له بطرف عيني، الحركه اللي هم بيحبوها الزمالكاويه، هوب راح جاي. ليه؟ عشان يبني مجد وتاريخ مع النادي الاهلي العظيم. فطبيعي ان انا نفسيا اكون مش دايس عليك، لا ده انا مدمرك، ولكن يا ابني هتخسر دينك ودنيتك عشان نفسيتك في الكوره، اتقي الله. ولكن طبعا انا بقول لك بقى ان اللي حصل ده ببلاش، لان رابطه الانديه قالت لك 100,000 جنيه. طب يا بلاش والله، ده اوكازيون، خد في اعراض. طب ما هو الجماهير دي هترضخ او هترضع للعقوبه، ما العقوبه دي على النادي. طب ما الكابو اللي دخل وشتم ده ما هيخش ويشتم تاني والنادي يبقى يدفع. طب ما انت في اللائحه عندك اللي بيقول، انت عندك في اللائحه اللي بيقول ان انت من حقك تاخد القرار المناسب، الماده 31 طبقا للاحداث ومحدش يقدر يناقش فيها. ليه ما خدتش قرار بوقف على الاهلي اللي كانوا موجودين دول، وقفهم لنهايه الموسم، عشان اللي يفكر يعمل كده تاني من اي جمهور اهلي او زمالك يتعاقب ويبقى عارف ان في عقاب. لكن 100,000 جنيه ده هيدفعهم النادي، انا تمام. انت متخيل؟ فللاسف ادي منظومه الكوره وادي الاوكازيون. بعد كده يطلع ان النوس يعيط بقى دلوقتي يقول لك اصل هم وشيكابالا، ما تخشش معاه في الحته دي. كان شيكابالا غلط صح، يبقى ده موضوع تاني نتكلم فيه حضرتك. اللي بيحصل دلوقتي ده صح ولا غلط؟ ايه علاقتي انا بشيكابالا؟ طب تعيط لي شغل العبيطه الهيك واللي فيها تجيبوا فيك ده، فكك منه، ما تضايقش يعني. ما انا قاعد لكم عشان عارفكم، انا حافظ، بقول لك دراسه شعر دقني وشعر ابيض ابيض من دراسه العقليه الزملكاويه المريضه دي، عارفها، دلسه مريضه نفسيات صعبه جحيم يعني، متداس عليها. لكن مش للدرجه دي، مش لدرجه ان احنا بقى هنخوض في اعراض وهنسب دين ويبقى الموضوع عادي. لا مش عادي يلا. فما تدلسش يلا، لاني حافظك، حافظك وشايفك وخجنك وعبزك واوديك واجيبك وعارف اخرك فين وعارف كل فين ده ليه. فزي ما بقول لك ادي الربط. خش بقى اصل حسام حسن، اصل هم المفروض كانوا حسام حسن المراقب بتاع المباراه صاحب بتوع الاهلي. وحسام حسن ايه يا ابني؟ حسام حسن طلع اعتذر لجمهور الاهلي يعني هو اللي راح استفزهم. فالمفروض بقى انا اطلع ادافع لك؟ لا والله مش هدافع برضه، اقول لك حسام حسن، انا اجي اقول لك بلاش الشغل ده يلا. العبيطه اللي هيك واللي فيها تجيبوا فيك ده حافظك وصمك. فاللي تم احتوائه والدفاع عنه من مجلس الاداره، اللي بدل ما يطلع كان ينهي الموضوع، انا اسفين اللي حصل ده خطا واحنا بنرفض هذا والجمهور ما يصحش منه الكلام ده. القصه انتهت، القصه انتهت وانتوا كبرتوا في نظر الناس. واللي هيشتمك من جمهورك ويقول ان ده مش صح هو اللي قليل. لكن انت اخترت انك تكون رخيص، اخترت الرخص عشان ترضي الجمهور اللي انت ضحك عليه لما بعت زيزو ببلاش. للاسف منظومه كلها لايقه على بعض، الجمهور ومجلس الاداره. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم. ما تنسوش تعملوا على الفيسبوك سبسكرايب على اليوتيوب واللايك والكومنت والشير وتوصلونا للغير عشان تعرفنا حقيقتهم المدلسه. واوعى تتجر للحته بتاعتهم انك تبقى بتدافع عن الاهلي وهو اللي غلطان والغلط راكبه من ساسه لراسه، لانه ده مدلس ورخيص وانا حافظه وعارفه. تعالى للعبد الله ويقول لك اخره فين. سلام.